السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مصري لاتينو. الفيديو ده هنتكلم فيه ازاي تقدم اوراقك لسفارة البرازيل. الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي تجهز اوراقك لسفارة البرازيل. لو انت ما شفتش الفيديو هتلاقي الفيديو طالع فوق عندك وهكتبه في صندوق الوصف تحت. لو فاتك الفيديو ده تقدر تتفرج عليه. اتكلمنا فيه ازاي تجهز اوراقك، الاوراق المطلوبه منك، وقلناهم 5 ورقات مش هنعيدهم تاني. خلاص جهزت اوراقك، الدنيا تمام. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ايه عشان اقدر ادخل على السفاره؟ الخطوه اللي بعد كده إيه؟ طيب بعد ما جهزت ورقي ايه المطلوب اعمل ايه؟ كويس. هل اترجمه ولا ما اترجموش؟ هقول لك دلوقتي بالتفصيل ايه اللي ممكن تعمله في الورق بتاعك. تمام. انت طبعت كشف الحساب باللغه الانجليزيه، مش محتاج ترجمه. خلاص ده كده مش محتاج ترجمه. كويس. حجزت فندق في شركه سياحه اللي قلنا عليه الغير مؤكد الوهمي. تمام. مطبوع باللغه الانجليزيه، بيطلع بالانجليزي. عملت حجز فندق، عملت حجز طيران، الاثنين بيطلعوا باللغه الانجليزيه، مش محتاج ترجمه. يبقى انت كده معاك كده 3 ورقات من 5 اللي احنا قلناهم في الفيديو اللي فات مش محتاجين ترجمه. يبقى كشف حساب انجليزي، معاك فندق حجز فندق باللغه الانجليزيه، معاك حجز طيران باللغه الانجليزيه، وثيقه التامين بتطلع باللغه الانجليزيه ما بتطلعش باللغه العربيه. يبقى دي رابع ورقه ما انتش محتاج تترجمها. يبقى معاك 4 ورقات مش محتاجين ترجمه. الورقه الخامسه خطاب العمل. طيب خطاب العمل ده انا عملته باللغه الانجليزيه، حاول يبقى باللغه الانجليزيه، يبقى انت مش محتاج ترجمه. تمام. طيب لو عملته باللغه العربيه يبقى انت كده محتاج ترجمه. لازم ولا بد انك تترجم الورقه، ما ينفعش تدخلها في السفاره من غير ترجمه. لازم ال5 ورقات بتوعك يكونوا تمام علشان تقدر تقدم ال5 ورقات. طيب خلاص الحمد لله ترجمنا الورقه ال5، مكتب ترجمه مفيش اي مشكله، وبقى معانا ال5 يمين. اعمل ايه بعد كده؟ هقدمهم ازاي؟ اخد الورقه اروح بالسفاره؟ لا، السفاره ما ينفعش تروحها من غير ميعاد. حطها حلقه في ودنك كده، لازم تاخد ميعاد من السفاره، تاخد اوراقك. انا طالع اقدم، تحت الامن هيقول لك اسمك مش متسجل، ما انتش واخد ميعاد، ما ينفعش تقدم. تمام. تدخل على موقع السفاره، هتدور على التاشيرات السياحيه، هتلاقي مكتوب كل حاجه عن التاشيرات السياحيه، شروطها ايه، وهتلاقي مكتوب تحت ايميل. انت اللي يهمك في الموضوع ده كله الايميل. تمام. هتاخد الايميل، هتراسل السفاره باللغه الانجليزيه وليست باللغه العربيه. لو الانجليزي صعب عليك بتترجم من على ترجمه جوجل، مفيش اي مشكله. تمام. بتراسلهم، تبعت لهم بتقول لهم انا عايز اقدم على تاشيره سياحيه. بيردوا عليك تاني يوم، ما بياخدوش وقت، ما بيقعدوش يومين 3، بيردوا عليك تاني يوم. كويس. بيردوا عليك بيقولوا لك شروط التاشيره 1 2 3، وده لينك. يعني بيقول لك الاوراق المطلوبه مطلوب كذا كذا كذا، وده لينك هتفتحه وهترفع عليه كل الاوراق والمستندات اللي معاك قبل ما تيجي، وتطبع اخر صفحه. بعد ما ترفع كل بياناتك هيطلع لك رقم وهيطلع لك صفحه اخيره، هتمسك الصفحه ديت هتطبعها. كويس. طيب الاوراق وانت بترفعها، الاوراق كلها باللغه الانجليزيه. تمام. معاك الاصلي طبعا. انت بترفع كل المستندات بتاعتك بالالوان، جواز السفر بتاعك بترفعه، كشف الحساب بتاعك بترفعه، كل الاوراق بتاعتك بترفع، حجز الفندق، حجز الطيران، تامين السفر، خطاب العمل، كل ده بتيجي انت واخده رافعه على اللينك اللي السفاره هتبعته لك. والسفاره هتقول لك رسوم التاشيره السياحيه كذا، بتختلف من دوله لدوله. مصر مختلفه بتختلف من كل دوله لدوله، كل دوله ممكن يبقى ليها رسوم، عشان كده ما ينفعش ان انا اقول الرسوم كام. تمام. وبعدين هي بتتغير وبتتحدث. انت هيبعتوا لك المبلغ، هيقولوا لك ادفع المبلغ ده في السي اي بي، في البنك التجاري الدولي، السي اي بي. تمام. بالدولار. هيقول لك مثلا الرسوم $80. طيب حلو جميل، ادفعهم ازاي؟ ولا حاجه، هتشوف اقرب فرع بنك سي اي بي بالنسبه لك هتروح تدفع فيه. انت في اسكندريه هتشوف اقرب فرع سي اي بي هتروح تدفع فيه $80. انت في القاهره، انت في اي مكان في اي دوله، انت هتروح تدفع المصاريف بتاعتك.
الرسوم. تمام. وهتاخد ايصال بالرسوم. الايصال ده هترفقه معاك في الاوراق وانت رايح السفاره. طيب جميل قوي، انا كده رفعت كل الاوراق وخدت رقم والحياه جميله قوي. اعمل ايه بعد كده؟ هتبعت لهم ايميل تقول لهم تم رفع جميع الاوراق وجميع المستندات واريد تحديد موعد مع السفاره لتقديم الاوراق. هيردوا عليك تاني يوم، هيقولوا لك الميعاد بتاعك مثلا بعد 10 ايام، بعد 5 ايام، بعد اسبوع، بيقولوا لك ميعادك يوم كذا الساعه كذا. برجاء تاكيد الموعد ده. الايميل ما بيزيدش عن كده خالص، بيتكتب كلمتين: موعدك مع السفاره يوم كذا الساعه كذا، برجاء تاكيد الموعد. تيجي انت باعت لهم ايميل، وطبعا بيقولوا لك في الرساله تاكيد الموعد، وتحت بيقول لك اكتب اسمك، تليفونك، الشخص اللي هيحضر السفاره، لانه يعني لما بتيجي توثق اوراق او حاجه مش لازم انت اللي تحضر، ممكن اي حد يوثق لك الاوراق. ممكن تكتب اسم اخوك، اسم والدك، اي حد هيروح يقدم الورق، مش اي مشكله بالنسبه لهم. تمام. انت بتتكلم دلوقتي على التاشيره. التاشيره انا قدمتها بنفسي. تمام. كتبت اسمي، كتبت تليفوني، وقلت لهم اؤكد الموعد. تمام. خلاص محدش هيبعت لك ايميل تاني، انت عارف ميعادك، عارف الساعه اللي انت جاي فيها، الموضوع كده خلص. وهيقول لك صوره شخصيه، طبعا الصوره برضو بترفعها على النت كويس، وهيبقى معاك صوره اصليه، وهتختار صوره حلوه تروح بيها. الصوره اللي انت هتديها لهم دي اللي هتطلع على التاشيره. يعني تاشيرتك لو حطيت صوره وحشه هي الصوره دي اللي هتبقى على التاشيره، اديتهم صوره كويسه هي صورتك دي اللي هتبقى على التاشيره. حاول تنقي صوره جميله ليك عشان هي دي اللي هتبقى معاك على التاشيره. ركز في الكلام. دي نصايح بسيطه صغيره في قلب الموضوع بس بتفرق مع ناس يعني. كويس؟ تمام كده انت عرفت الميعاد بتاعك وعرفت كل حاجه، خدت اوراقك، رحت السفاره. هتلاقي بتاع الامن تحت بتقول له انا معايا ميعاد مع السفاره النهارده الساعه 9. هيبص على اسمك، هيقول لك اطلع، خلص الموضوع على كده. طيب هتدخل بقى السفاره، ايه اللي هيحصل معاك؟ في مقابله؟ هل في حد بيقابلك؟ هيكلموني انجليزي، هيكلموني برتغالي، هيكلموني باي لغه. تمام. العمليه بالنسبه لك برضه انت قلقان، مفيش اي حاجه خالص. هتدخل السفاره هتلاقي يتكلم معاك بالعربي، هياخد منك الاوراق، مش هيتكلم معاك كتير، هيبدا يبص على الاوراق، جواز سفرك، حاجتك، تك 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 تك. خلاص بص على الورقه اللي انت عملتها، هيبص على وصل السي اي بي بتاع الدفع، ما تنساش وصل الدفع. موضوع منهي، لازم وصل الدفع معاك، ورقك كله يبقى جاهز، انت رايح بكل الورق معاك. تمام. هيبص على الحاجات دي كلها وهيدي لك ورقه. الورقه دي فيها ميعاد وفيها ايميل وفيها صفحه. الصفحه بيقول لك تابع الصفحه بتاعتك، التاشيره بتاعتك ماشيه ازاي، والميعاد ده تبعت لنا ايميل نحدد لك فيه تيجي امتى تاني. تمام. بس كده ادي كل الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتهى الموضوع على كده بمنتهى البساطه. تاخد الورقه تروح البيت بالسلامه، تبدا تفتح الصفحه بتاعتك، الباسورد الرقم اللي مدينهولك، وتبدا تفتح الصفحه بتاعتك. هتلاقي 4 خطوات قدامك. واحده بيقول لك تم استلام الاوراق، هتفضل شايف العلامه دي قدامك. هحاول انزل لكم الصوره بتاعتها على الشاشه دلوقتي. تمام. هتبص هتلاقي اول حاجه ارسال الاوراق، تم استلام الاوراق. الخانه الثانيه الاوراق في العرض. يعني ايه الاوراق في العرض؟ هتلاقي ان العلامه اتغيرت للون الاخضر كده، الورق بتاعك بيتعرض. الموظفين دلوقتي بيفحصوا الورق بتاعك. دي بتاخد لها 3-4 ايام، تبقى انت قاعد مش عارف ايه اللي هيحصل معاك. بعد الاربع 5-6 ايام العلامه بتتحرك للمرحله الثالثه وبيتكتب فيها تمت الموافقه على التاشيره. كده انت تعرف ان توافق على تاشيرتك يا باشا، والموضوع معاك زي الفل، مفيش اي مشكله. خلاص. تمام. المرحله الاخيره والرابعه والاخيره انت بتبص تلاقي خلاص وقت استلام الاوراق، اللي هو خلاص التاشيره طبعت على الجواز السفر وانت جاهز لاستلام تاشيرتك. الموضوع انتهى. 4 خطوات بتبقى عينك عليهم، 1 2 3 4. بتشوف ان انت توافق عليه، بعدها خلاص المرحله الرابعه جاهزه للاستلام، روح استلمها. تمام.
كده انت توافق عليك والتأشيرة اتطبعت وكله تمام، تبدأ تبعت لهم ايميل. اول ما تشوف العلامة ديت قدامك تبعت لهم ايميل وتقول لهم انا عايز احدد ميعاد عشان اجي استلم اوراقي، بس ما تقولش اكتر من كده. هيتبعت لك ايميل تاني يوم بالظبط، هيتقال لك فيه برجاء تأكيد الميعاد، ميعادك مع السفارة يوم كذا الساعة كذا، برجاء تأكيد الموعد، واكتب اسم الشخص اللي هيستلم الأوراق، اكتب الحاجات كلها، البيانات، التليفون، الكلام ده كله. ليه؟ البيانات دي كلها بتنزل تحت في الأمن. القصة كلها إن هو بياخد منك التأكيد ده بينزله للأمن، اللي هيجي محمد ولا أحمد ولا حسين. تمام؟ مفيش أي مشكلة لو أي حد تاني جاي يستلم الورق بالنيابة عنك. كويس؟ مفيش مقابله في السفاره ما بتعملش مقابلات، الموضوع ابسط من كده بكتير. تاكد الميعاد، نعم اؤكد الميعاد، ادي اسمي ادي تليفوني، الشخص اللي هيحضر انا واسمي وتليفوني، كل بياناتي، مفيش اي مشكله خالص. ما بيردوش عليك، ما بيقولكش تم تاكيد الميعاد، خلاص هم خدوا الايميل انتهى الموضوع. كويس؟ بتروح في الميعاد في الوقت المناسب اللي قالوا لك عليه، 9:30 يعني 9:30، 10:30 يعني 10:30، ما تتاخرش. تمام؟ هتروح هتلاقي موظف رجع لك كل اوراقك ومعاهم جواز السفر، هيفتحه لك ويقول لك تاشيرتك اهيت، التاشيره بتاعتك. طيب التاشيره بتطلع بقد ايه؟ دي معلومه مهمه جدا. التاشيره بتطلع، صلاحيه التاشيره سنه، نركز في الكلام. دي صلاحيه التاشيره مش مده التاشيره، نركز. انت ممكن تاخد التاشيره بشهر، تاخد التاشيره مثلا نقول بشهر، يبقى انت في خلال السنه دي تقدر تسافر شهر. عايز بقى تسافر الشهر الجاي، عايز تسافر الشهر اللي بعده، عايز تسافر بعد 5 شهور، عايز تسافر بعد 6 شهور، عايز تسافر بعد 7 8 شهور، انت معاك صلاحيه التاشيره بتاعتك سنه كامله. ما انتش مستعجل بقى خلاص، عايز تسافر بكره، عايز تسافر الشهر اللي جاي، عايز تسافر على اخر السنه، عايز تسافر على يناير فبراير مارس، اللي انت عايز تعمله اعمله، ما عندكش اي مشكله خالص. بس انت ليك شهر جوه البلد، نركز في الكلام. صلاحيه سنه اسافر فيها في اي وقت، بس ليا شهر جوه البرازيل، ليا شهر جوه البرازيل، مش ليا سنه. تمام؟ ليك الشهر، المده اللي هو بيبعتها لك. بيكتب لك على المده ديت مالتي، يعني مفتوحه، الشهر ده مفتوح. يعني مفتوح يعني اقدر اروح واجي، يعني ممكن اروح 10 ايام وارجع اقعد في مصر 10 ايام، وبعد كده اقدر اسافر تاني 10 ايام من غير ما اروح السفاره، من غير ما اعمل اي حاجه خالص. ممكن اروح 5 ايام وارجع، اروح 5 ايام وارجع، اروح 5، زي ما انت عايز. انت ليك 30 يوم جوه البرازيل. دي لو طلعت لك بشهر، طلعت لك بشهرين، نفس الموضوع، تطلع بمالتي، بتروح وتيجي، متعدده، تاشيره متعدده، شهر متعدد، تروح وتيجي، تروح وتيجي. ده كل الموضوع اللي ماشي في السفاره. جهزنا ورقنا، شفناه الفيديو اللي فات، الفيديو ده اتكلمنا فيه ازاي تقدم في السفاره. خلاص هتدخل على السفاره ازاي تقدم، اللي انت هتعمله كل ده انت عرفته. بس خلاص الموضوع انتهى على كده. عشان ما يبقاش مده الفيديو طويله شويه، هنعمل فيديو ما بعد استلام التاشيره، هنتكلم فيها ايه اللي هيحصل معاك في المطار وانت طالع من مصر، ايه اللي هيحصل معاك في المطار اول ما توصل البرازيل. هنتكلم على الخطوات دي، وانت محتاج تاخد معاك ورق ايه قبل ما تطلع من مصر. قبل ما تطلع من بلدك في مجموعة اوراق مهمة جدا، لو انت نسيتها او اغفلتها موضوع صعب قوي. الورق مهم جدا. ده الفيديو اللي جاي ان شاء الله، عشان الفيديو ده ما يبقاش طويل قوي. الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه تجهيز الاوراق اللي انت هتسافر بيها، وازاي تعمل حجز طيران من غير ما تروح شركه سياحه بالوقت والسعر اللي يناسبك، وازاي تحجز فندق بالوقت والسعر اللي يناسبك، لان اسعار شركات السياحه غاليه شويه. من على النت بنحجز اسرع واسهل، وتاخد اوراق معاك ايه قبل ما تسافر، وتاخد معاك ايه قبل ما تسافر، وايه اللي هيحصل معاك في المطار هنا، وايه اللي هيحصل معاك في المطار هناك لحد ما توصل بالسلام. المرحله دي خطيره والمرحله دي مهمه جدا. ده فيديو تاني، ما ينفعش ان انا اكروتها كده بسرعه واقولها في فيديو زي ده، الناس هتزهق. لازم تعمل لهم فيديو مخصوص للمرحله دي. ده الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي بعده هنتكلم في اجراءات الجواز واجراءات الاقامه، وايه الاوراق المهمه، والاوراق بتحصل فيها ايه هناك قبل ما تطلع من بلدك وبعد ما توصل من بلدك هناك. كل ده هنتكلم فيه الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله.
انتظرونا الفيديوهات اللي جايه. ولو عجبك الفيديو ما تبخلش باشتراك، يعني اشترك كده واعمل لايك حلو واعمل تعليق حلو عشان اكمل وابدا اعمل لكم فيديوهات تانية وفيديوهات تالتة وفيديوهات رابعه عن كل حاجه، عن ادق التفاصيل والحياه في البرازيل بالتفصيل. الناس اللي عايزه التفاصيل، الناس اللي بعتت لي رسائل بتشكرني على التفاصيل، ان انا بتكلم بالتفاصيل، انا بحكي تجربتي الشخصيه بالتفصيل. الناس اللي عايزه فيديو سريع مش عندي، انا عندي هنا الحاجات البسيطه ديت في ناس بتقف عليها وبتبقى صعبه بالنسبه لها، انا بقول لك التفاصيل الدقيقه، انت كده لمم الموضوع كله. انتظرونا الفيديو القادم ان شاء الله. سلام، تشاو.